ناس كتير بتقف قدام السيركت بريكر او القاطع الكهربي قدام اللوحة الكهربية وتشوف قيم السيركت بريكر، فتلاقي السيركت بريكر ده مكتوب عليه سي 20 وده مكتوب عليه بي 20 وده دي. طب هما كلهم عارفين وكلكم عارفين ان ال 20 ده القيمة بتاع القاطع، يعني ده ال 20 امبير وده ال 20 امبير وده 16 امبير. طب ليه ده مكتوب قدامه سي وليه مكتوب قدامه بي وليه مكتوب قدامه دي؟ وهل في فرق بين التلاتة؟ نعم، الإجابة إن في فرق بين التلاتة، ده مختلف عن ده مختلف عن ده، وكل واحد فيهم ليه استخدام. أنا النهاردة جاي أوضح لك إيه الفرق في الاستخدام ما بين التلاتة دول. بس عشان نفهم إيه الفرق بين السي والبي والدي لازم نعرف أصلا القاطع ده أو السيركت بريكر ده بيفصل إزاي، لأنه مش بيفصل بطريقة واحدة، بيفصل بأكتر من طريقة. تعال نوضحهم. أول طريقة منهم بنسميها الثيرمال تريب أو الفصل الحراري. طب ايه الفصل الحراري ده؟ الفصل الحراري ده بيتم ازاي؟ تعال نشوف السلايد ده. انا عندي جوه السيركت بريكر نفسه التيار بيمر في قطعة من المعدن، هنشوفها في السلايد اللي بعده. لما التيار بيمر جوه قطعة من المعدن ده، طول ما التيار عادي اللي هم ال 20 امبير اللي هم بتوع السيركت بريكر او القاطع او اقل منهم فما عندوش مشكلة. طيب لو التيار ده عالي مثلا وليكن بقى 21 22 23 امبير او بما يعادل 1.2 من التيار بتاعي، تمام، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان بعد فتره من الزمن قطعه المعدن دي نتيجه الحراره هتنتني او هيحصل لها انحناء، فتعمل ايه؟ فتفصل السيركت بريكر ده. عشان كده سموها الثيرمال تريب. طيب دي اول طريقه، يبقى ده دي الحمايه من ايه؟ حمايه من ارتفاع بسيط في الحراره، ارتفاع بسيط في التيار، او زي ما بنسميها في الشغل بتاعنا اوفرلود او حمل زايد. ده اللي فصل الايه؟ الفصل الحراري. تعال نرجع تاني، اللي بعد كده اسمه ايه؟ اسمه الماجنتيك تريب او الفصل المغناطيسي. طيب ايه الفصل المغناطيسي ده بقى؟ الفصل المغناطيسي ان التيار بيمر جوه ملف. طول ما التيار عادي الملف ما عندوش مشكلة ومش بيولد مجال مغناطيسي بس بسيط وضعيف هنا، أشرنا هنا ليه بخطوط رفيعة. طيب لو حصل شورت سيركت أو قفلة كهربية، يعني إيه قفلة كهربية؟ يعني التيار مرة أضعاف التيار، ممكن يوصل لإيه؟ ممكن يوصل ل10 أضعاف التيار الاسمي بتاعي أو تيار السيركت بريكر أو القاطع. يعني لو السيركت بريكر بتاعي أو القاطع بتاعي قيمته 20 أمبير، يبقى أنا التيار وصل عندي هنا لكام؟ وصل ل 200 أمبير. فده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه مجال مغناطيسي كبير جدا، اشرنا ليه بالايه؟ بالخطوط التخينه دي. طب ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل ان يخلي الملف ده يشد السبرينج ده او الحاجه دي، يقوم جاي عامل ايه؟ فاصل الدايره. يبقى الثيرمال تريب اللي او القطع الكهربي او قطع اسف الحراري كان موجود في الجزء الاولاني ده كان عباره عن ايه؟ عن زياده في الحمل او زياده او اوفرلود. طب والتاني ده بنسميه الشورت سيركت او القفله الكهربيه، وده الفصل المغناطيسي، وده بينتج عنه ايه او ده بحمايه من ايه؟ من الشورت او من القفله الكهربيه او الزياده المفاجاه في التيار. تعال نشوف بقى في القطع بتاعنا، وده قطاع داخلي ليه، نشوف مكانهم فين. ده قطعة المعدن اللي احنا قلنا عليها بتاعة الايه؟ بتاعة الثيرمال تريب. التيار هيجي من هنا يمر جواها، طول ما هو ماشي جواها مفيش مشكلة والتيار عادي، هيفضل قطعة المعدن دي ايه؟ عادية. طب لو حصل وان التيار زاد، قطعة المعدن دي هتنتني، اول ما تنتني هتقوم جاية ايه؟ خبطة في حتة المعدن دي بالبلدي كده، تقوم جاية منزلة الايه؟ السيركت بريكر وعامل تريب. طيب التيار برضو نفسه بيمر جوه الايه؟ من خلال المسار ده بيمر جوه الملف ده. طيب ايه اللي هيحصل في الملف ده؟ الملف ده طول ما التيار عادي مفيش مشكله. لو حصل ان التيار زياده عن اللزوم اضعاف، يعني حصل قفله كهربيه او شورت سيركت، ده هيولد مجال مغناطيسي كبير، بناء عليه هيجذب حته المعدن دي لفوق او هيشدها لفوق، هتفصل ايه؟ برضو هتفصل المفتاح بالشكل ده. كده احنا فهمنا الفرق ما بين التيار او الفصل المغناطيسي والفصل الحراري. الفصل المغناطيسي للشورت سيركت، والفصل او القفله الكهربيه، والفصل الحراري لايه؟ للزياده في الحمل البسيطه او الاوفرلود. نرجع بقى للقيم بتاعتنا، احنا كان عندنا ايه؟ بي 20. طب ال 20 دي هي ده الريد كارنت او التيار الاسمي بتاع القطع بتاعي، يعني التيار بتاعي لو زاد
هو مظبوط، او السيركت بريكر ده 20 والتيار بقى 21 22 23 هيفصل حراري ويفصل بعد شويه. طيب ايه هي البي بقى؟ البي والسي والدي دول بيقولوا لك التيار بتاع القفله او الشورت سيركت. طيب في حاله البي بيكون قيمه التيار قد ايه؟ من 3 ل 5 مرات اللي بنسميها الريتد كارنت او التيار الاسمي. يعني لو السيركت بريكر بتاعك ده بي 20 يبقى التريب بتاعك من كام؟ من 3 ل 5، يعني من 3 في 20 من 60 ل 100 امبير. طيب هنا من 5 ل 10 برضو الريتد كارنت، اللي هو لو افترضنا برضو نفس المثال انه 20 يبقى 5 في 20 من 100 لحد 10، يعني لحد كام؟ لحد 200 امبير. يبقى ده هيفصل من 100 ل 200 امبير، وده هيفصل من 60 ل 100 امبير. طب ده هيفصل من 10 ل 20، يعني هيبدأ من 100 لحد كام؟ لحد 20 في 20 اللي هم كام؟ 400 امبير. طب ده يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا في الحمل اللي هحطه عليه. البي بستخدمه في ايه؟ لو انا عندي اضاءة، عندي مثلا تلفزيون، عندي اي حاجه من الحاجات البسيطه في البيت دي، فانا محتاج لها بي، لانها ما فيهاش تيار بدء عالي، ما فيهاش استخدامات تقيله، فبالتالي لما يحصل قفله كهربيه او يحصل حاجه ده هيفصل من 3 ل 5 مرات. طيب لان دي احمال بسيطه. طيب وده لا، ده بقى هيستخدم في الاحمال الاتقل شويه اللي بنسميها الاحمال الحثيه. زي ايه؟ زي لو عندك بامب او مضخه ميه في البيت، حاجه بترفع ترمبه ميه بالبلدي، او عندك مروحه، او عندك تكييف، دول محتاجين سي. طب ليه محتاجين سي؟ لان الحاجات دي اصلا عشان تبدا محتاجه تيار بدء عالي شويه، فانت لو حطيت لها بي وهي بتبدا هتفصل معاك، لان ده من 3 ل 5 مرات، واصلا تيار البدء لو ده مثلا البامب بتاعتك او التكييف بتاعك بيسحب 16 امبير، هتيجي تضرب 16 في 4 او في 5 مرات عشان تيار البدء، تلاقي ده فصل، لان انت كده عديت الايه؟ عديت الشورت سيركت تايم. فانت لازم تستخدم هنا سي. طب الدي بيستخدم في الاحمال الاتقل شويه، موتور كبير، او اهم حاجه واهم مثال ممكن نديه هنا هو ماكينات اللحام. تلاقي نفسك جبت ماكينه لحام في البيت والقطع بتاعك الكهربي 20 امبير ومكنه اللحام 15، تيجي تشغلها تعمل تريب. طب بتعمل تريب ليه؟ دي 15 ده اقل من السيركت بريكر بتعمل تريب، لان غالبا اللي عندك في البيت هيكون السيركت بريكر يا اما سي يا اما بي، مش مجهز لتيار البدء العالي او التيارات العاليه اللي بتستخدم مع مين؟ اللي بتستخدم في ماكينات اللحام. لحد كده اتمنى اكون شرحت لكم بشكل جيد الفرق ما بين البي والسي والدي. وعشان نلخص ونطلع بالسمري، يبقى البي 20، البي خاصه بالشورت سيركت، وال20 خاصه بايه؟ بالاوفر كارنت. شكرا، مع السلامه.